اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، صباح العسل. يوم جديد وروتين جديد كده في أيام رمضان هنعيشه مع بعض إن شاء الله إن شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة هيعجبكم. يوميات رمضان ومشتريات جديدة وأكل على آخر لحظة وكلام كتير من القلب. يا رب أكون خفيفة على قلبكم. لو أول مرة تتابعيني أنا أميرة ودي قناتي، إن شاء الله فيديوهاتي هتدخل قلبك ويا رب يجعل لي قبول بينكم إن شاء الله. حطي لي لايك بقى فضلا وليس امرا، وكومنت حلو كده يسعد قلبي، واشتراك يا ريت لو امكن. وتعالوا نبدا الفيديو ونقول بسم الله، ونبدا ونقول نقرا الفاتحه كده الحمايه. اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. ونبدا يومنا كده بالبخور الجميل وانوار رمضان وتعيشوها معايا. والجزء بتاعنا اللي لازم نخلصه كل يوم علشان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا كده على نهايه رمضان. اللي يقدر يخلص المصحف مرة تمام، مرتين، 3، 4، 5، كل واحد على حسب إمكانياته، كل واحد على حسب الوقت اللي بيبقى فاضي فيه. النهارده الفيديو بتاعي بدأت معاكم كده زي ما انتم شايفين، اديتكم روايح رمضان. وعلى فكرة عايزة اقول لكم حاجة، البخور انا ما كنتش يعني انا ما بقيتش بخور في رمضان، لاني انا قريت بوست كده فيما معناه ان يعني حرام او مش مستحب ان احنا نقعد نستنشق او نشم ريحه بخور في رمضان. ده ممكن لو احنا يعني ايه شميناها جامد او حاجه زي كده، اللي انا فهمته يعني من البوست ان احنا ممكن نبقى نفطر. فانا لا، انا بس اديتكم مقطع كده كنت انا مصوراه قبل رمضان عشان اعيشكم معايا في الاجواء. والمقطع ده قديم. وبدانا اليوم بتاعنا بالجزء والصلاه بتاعتنا، ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال يا رب، ويجعله شهر مغفره لذنوبنا. وزي ما قلت لكم فضلا وليس امرا، تدعوا الحماه كده ربنا يرحمه ويغفر له، وتقروا له الفاتحه على روحه، لاموات المسلمين، ليه الروح والاموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. ودخلنا المطبخ النهارده، اميره بتعمل عظمه. انا لازم بصوا، انا بما اننا في رمضان لازم ادلعهم واشهيصهم. والاكله دي بجد انا مش هقعد اقول لكم في تفاصيل واعملوها ووصفات واقول لكم في مقادير، قد ما هقول لكم كلمتين كأميرة. أسرة مكونة من 6 أفراد، بيت مصري أصيل، عايزين نعمل وجبات كده في رمضان، نتغدى بجد سوري نفطر ونبقى مبسوطين كده من الأكل وقايمين شبعانين جدا والحمد لله. الوصفة بتاعتي النهاردة امشي زي اللي أنا عملته بالظبط، اعمليه بجد، ولادك وجوزك هيدعولك يقولولك ايه الأكلة الجامدة دي. النهاردة هنعمل لهم كبسة فراخ بطريقة لذيذة كده، ومعاها مش هقول لكم معاها طبيخ، هو مش طبيخ، أنا بسميه كده مش عارفة، شوية خضار معمولين بطريقة سهلة جدًا، 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 بيكمّلوا طعم الأكل، وبتبقى الطريقة بتاعتها بجد خطيرة. وزي ما شفتوني كده حطيت البصلة، وحطيت عليها بقى قبل في الأول لورا، ولو عندِك حبهان، لومي، قرفة، قرنفل، أي حاجة، أي توابل جافة كده أو حطيها تمام. وبعد كده نزلت بقى بالتوابل اللي هي البهارات، حطيت فلفل اسود وكمون، وحطيت كركم، وحطيت ال7 بهارات، وحطيت ملح. ونزلت بالفراخ بتاعتي كده شوحتها في التتبيله دي، وكانت ريحه رهيبه بجد والله العظيم. ونسيت اقول لكم ان انا حاطه مع البصله في الاول فصين توم. وبعد كده بقى نزلت بالشوربه بتاعتي او الميه اللي كانت مسخنه جدا طبعا، ونزلت بيه واسيبها تستوي مع نفسها كده. والحله التانيه دي اهم من الرز البسمتي اللي احنا هنعمله عشان تبقوا عارفين. يعني الحلة التانية دي اللي بتخليكي الوجبة كاملة متكاملة، اللي هو انت بتقومي من على الفطار انت شبعانة بجد. مش الفكرة ان انت هتقعدي تاكلي شوية رز بسمتي كده وخلاص، بقطعة فراخ سواء بأي حاجة انت عاملاها وخلاص، لا. الجزء اللي انا بعمله التاني ده سهل جدا وسريع جدا. بقطع جزرتين وبقطع بطاطستين، ولو عايزة تحطي اي خضار تاني حطي، بس انا بحط كده بس عشان بيستوي بسرعة جدا وما بياخدش معايا 10 دقايق على البوتاجاز. وبشوح بصلايه كده بسيط جدا مع فصين توم، وانزل الاول بالجزر واقلبه، وانزل بالبطاطس واديله تشويحه. وبعد كده احط التوابل فلفل وكمون ومكعب مرقه، وبس كده. ومعلقتين بالظبط صلصه، معلقتين، ما تكتريش قوي الصلصه، مش عايزين طماطم، احنا ما بعملش حاجه بطماطم النهارده يعني الطماطم بس اللي حطيتها طماطمتين بشرتهم كده، مع معلقتين الصلصه اللي حطيتهم على الكبسه علشان الاكله بس تبقى طعمها حلو واللون الرز يبقى حلو. ومعلقتين الصلصه دول هحطهم اهوت على البطاطس والجزر، واقلبهم تقليبه كده.
وهزود ميه، شويه ميه بقى. احنا هنا مش عايزين نعمل طبيخ وشوربه، احنا عايزين نحط شويه ميه قيمه مثلا كوبايه، كوبايه ونص، مج ونص كده، اللي هو يديهم، ونهدي على نار هاديه جدا، ونسيبه ونظبط ملحه. طبعا الملح يعني حاولي في الملح تظبطيه براحه كده، علشان مكعب المرقه مع المقدار البسيط اللي احنا عاملينه هتحطي نسبه ملح بسيطه جدا. ونغطي الحاجات دي بقى ونشوفها في الاخر معانا مع الكبسه، اكله بجد خطيره. وتعالوا بقى انتوا هتفهموا اللي انا هعمله بعد كده، وتعالوا نتكلم مع بعض شويه. انا عايزه اقول لكم ان انا في اليوم دوت ما شاء الله اللهم بارك اتهد حالي ليه يا اميره. عملت الاكل وخلصنا الجزء اللي علينا، والشقه الحمد لله الى حد ما يعني مرتبه. بس ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه روتين في الشقه معاكم برضو، لازم اعوضكم برضو ان انا ما يبقاش كله اكل اكل. تمام. وقمت ايه بقى وفطرنا. وعايزه اقول لكم ان بعد ما شفتوا الاكل اللي انا بحطه دوت، يا دوبك فطرنا وصليت العشاء ونزلنا على الشارع. حتى المواعين ما كنتش غسلتها ولا اي حاجه خالص. والله انا النيه، يعني انا بكلمكم بصراحه، النيه انا نازله عادي اتمشى انا واولادي وجوزي، ومش في دماغنا احنا مش هنجيب هدوم. يعني انا في نيتي اصلا ان انا مش هجيب هدوم العيد ده، لاني انا مش عارفه اللبس صيفي ولا شتوي. انا متاكده ان احنا هنبقى في الشتاء. محدش يقنعني ان احنا هيبقى في الصيف، ده هيبقى لبس شتوي او خريف، اللي هي حاجات بكم برضو تقيله شويه عشان العيال ما تعياش او كده. وفي نفس الوقت ايه الاسعار اصلا في متناول، مش عايزه اقول لكم ايه الاسعار، حاجه رهيبه 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 يا بنات. بس الاول تعالوا اكلمكم عن الوجبه العسل دي. شايفين الدبابيس دي؟ بعد ما طلعتها من الشوربه طبعا نزلت الرز، حطيتها تحت الشوايه في الفرن، وكان عندي 3 حتت بانيه في التلاجة كده حمرتهم. انا عايزه اقول لكم ان الوجبه دي بالبانيه سكر سكر سكر، احلى من الفراخ 100 مره. بس لو انت عايزه تعمليها ببانيه وعندك كيس شوربه صغير كده، اعملي اللي عملته في البدايه بالبصل بالتوابل بكل حاجه، وحطي الكيس الشوربه بتاعك وزودي بالرز على طول وحمري معاها بانيه، والله العظيم رهيبه. يعني انا لما اكلت معاها البانيه عجبتني جدا، جيت اكل معاها مثلا الدبوس اللي انا عاملاه ما عجبنيش قوي زي ما عجبني البانيه. وده بقى اللي هو اللي زي ما قلت لكم، خضار كده بطريقه بسيطه، مش عايزين في شوربه زي ما قلت لكم، يدي طعم للرز وتبقى وجبه كامله متكامله، ويدعوا لك ويقول لك ربنا يخليك يا ماما. وده اخر حاجه عملتها طبعا بعد ما صليت العشاء. شربنا العصير بتاعنا زي ما انا اتفقت معاكم في اول فيديو، قلت لكم ان احنا مش بنشرب عصير ساعه الفطار، احنا بنقعد نفطر وبعد كده نرتاح شويه، وبعد كده نشرب بقى اي مشروبات علشان بطننا ما توجعناش، وعلشان اصلا الجو شتاء يعني مش مخلينا اصلا حاسين بالعطش قوي زي ما بنبقى في الصيف. وقمنا نازلين بقى نتمشى، فاللي هو ايه نبص على الهدوم. طب ايه اخبار الهدوم؟ اسعار 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 مبالغ 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 فيها. عارفين فيها دي؟ كنا الاول ممكن نجيب يعني انا كنت الاول بجيب لحد من ولادي مثلا، كنت متعوده اجيب له طقمين للعيد، وطقم للوقفه، يعني ترنج للوقفه وطقمين للعيد وكوتشي وشبشب، دول اساسي لكل ابن لعيل من عيالي كده ما شاء الله اللهم بارك. الاربعه كنت بعمل معاهم كده. كنت ممكن يوم ما اقول صرفت كتير لواحد فيهم، كنت ممكن اكون صرفت مثلا في كل اللي بقول لكم عليه ده 1300 جنيه، 1400 جنيه، 1000 ونص. تمام. دلوقتي احنا بنجيب طقم واحد من غير ترنجات واقفه، من غير شباشب، من غير اي حاجه خالص، بالكوتشي، طقم يا دوبك وكوتشي. لو هنجيبه ممكن نجيبه، اقول لكم بكام ولا تتخضوا بالاسعار اللي انا شفتها؟ ب 2000 جنيه. ايوه ب 2000 جنيه. القطعة من فوق كده بتلاقيها مثلا يعجبك جاكيت شكله حلو، تسألي تقولي بكام، تلاقي بيتقالك ب 950 ب 800 جنيه. اللي هو بتبص لهم لأول مرة وهلة كده، عارفين اللي هو انت جالك حالة من اللي هو انتوا بتتكلموا بجد ولا انتوا بتهرجوا؟ عارفة عايزة تقولهم انتوا بتهرجوا؟ لا بجد والله ب 900 جنيه و 950 والله حضرتك. طب البنطلون بكام حضرتك؟ ب 700 جنيه و 770 حضرتك. طب في ارخص شوية حضرتك؟ ايوه في ب 550. هو ده الرخيص؟ ايوه حضرتك. اللي هو ايه عارفين اللي هو انتوا بتبقوا واقفين. بس بعد كده بتضطري، لو انت زي مثلا لازم تضطري وهتجيبي. طب هتقولي اضطريتي ليه وجبتي يا اميره؟ هقول لكم علشان انا ولادي لازم كل سنه اجيب لهم لبس، مش حكايه عيد. يعني احنا مثلا معودين ولادنا ان احنا مثلا بنجيب لهم قولي كسوه صيفي وكسوه شتوي. احنا بنبقى مثلا بنيجي في العيد بنجيبها على اساس ان هي ايه نفرحهم وعيد وفي نفس الوقت لبس هما محتاجينه. فانتي مثلا ما جبتيش سنه هتحسي ان اللبس بسيط عندهم او صغر عليهم وهما محتاجين هدوم. فانا ولادي محتاجين، ما جبت لهمش حاجه من اول الشتاء خالص.
واخر حاجه جبتها لهم في العيد اللي فات في الصيف، واصلا هم محتاجين لبس يتلبس في، سواء في عيد او احنا خارجين عادي او كده عايزين لبس. طب خلاص، طب نشوف كده ونجيب حاجة لحد ما ربنا كرمنا كده. والله العظيم انا بكلمكم باللي حصل يعني. لفيت كتير، اتهد حيلي رجعت البيت. عايزة اقول لكم قعدت مكاني، اللي هو شيلوني، قعدوني على السرير نيموني، انا مش قادرة اعمل حاجة. وعايزة اقول لكم المواعين اللي انتوا شايفينها بتنغسل دي اتغسلت تاني يوم. الفيديو ده كده كمل تاني يوم، بداية من المواعين دي كملت تاني يوم. وعايزة اقول لكم ان كملت تاني يوم برضو كنت صاحية مش قادرة اتحرك وخلصانه خالص. وصليت برضو وقريت الجزء بتاعي، واللي هو قاعده بقى اللي هو ايه، عايزه اقوم اعمل الاكل. وفي اليوم ده عايزه اعمل لهم كفته رز دي، وعايزه لسه اصبحها. والساعه 3:30 العصر صليت العصر، ولا الساعه 4 الا ربع، وانا ما عملتش اي حاجه خالص. وفي اليوم ده خلصت لهم الاكل. لو اقول لكم اقسم بالله المغرب بيقول الله اكبر وانا بطفي على النار كده وبقول لهم انا هغرف لكم اهو حالا، ما تقلقوش انا مش متاخره خالص. تمام، بسبب الخروجه اللي قبلها بيوم، وبسبب الهدوم اللي اسعارها عاليه. وعملت لهم انجازات وابهارات يا بنات، وانا ما حدش يتوقعني. عملت صينيه البسبوسه. شفتوا البسبوسه الكريمه دي؟ بسبوسه سكر عسل، احلى بسبوسه في السوق. الكيس صحيح بقى غالي بما فيه الكفايه ب 25 جنيه، بس بتاكلي بسبوسه بجد. شويه جوز الهند بمكسرات جواه كده بحبه تحابيش كده، ومعلقتين السمنه والزبادي، وتاكلي بسبوسه تبقي بصي وانت بتاكليها كده، اللي هو ايه الجمال ده. وعملتها لهم تاني يوم زي ما قلت لكم كده برضو بعد الفطار. وقعدت هنا بقى اوريكم الهدوم. جيت اوريكم الهدوم اللي انا جبتها. والله العظيم انا ما جبت هدوم كتير ولا حاجه. انا عايزه اقول لكم ان كل الشنط اللي قدامكم دي جه الاتنين من ولادي الاتنين، ونصيبهم هو رزقهم طبعا. ولادي الكبار لقيت لهم لبس عجبني، بنتي وابني الكبار ما شاء الله. والاتنين برضو حصل كده برضو صدفه غريبه، الاتنين هيلبسوا الوان متقاربه جدا، يعتبر شبه بعض. اورنج في ابيض، في اورنج في سكري. اللي حصل برضو ان هي جت كده، والاسعار زي ما قلت لكم. وان شاء الله ربنا يكرمني كده ويرزقنا ويوسع علينا جميعا، واعرف اجيب لاولادي الصغيرين كمان ان شاء الله الفتره الجايه. ادعوا لي كده ربنا يكرمني عشان يبقى كلهم زي بعض ومحدش يزعل. وربنا يرزقكم جميعا وتجيبوا لاولادكم، ويعيننا بجد بجد على الاسعار اللي احنا عايشين فيها. مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين، بس ولادنا ليهم عندنا حق. زي ما احنا اتربينا، زي ما احنا لبسنا، زي ما احنا عشنا، لازم هنعيشهم حتى لو هنيجي على نفسنا. حتى لو اقول لكم ايه، مش هقول لكم يعني، مش عايزه اقول لكم الواحد يستلف علشان عياله، الواحد يعمل جمعيات، الواحد يعمل اي حاجه، بس المهم في الاخر ان هم ليهم حق ان هم يلبسوا ويعيشوا سنهم وياكلوا ويشربوا وحاجات كتير قوي كده. وربنا يعيننا على اولادنا جميعا، عشان هم ملهمش ذنب في اي حاجه احنا بنمر بيها الفتره دي، في الاسعار وفي الغلا وفي كل حاجه. فيا رب نقدر جميعا يرزق كل اب برزق اولاده، وما يكسرش اي اب قدام اولاده، ويقدر يفرحهم وياكلهم ويشربهم ويلبسهم يا رب. انا وانتم يا رب العالمين، وكل الامه الاسلاميه وكل الامه جميعا، سواء اخواتنا المسيحيين او اخواتنا المسلمين، كلنا يا رب، يا ربنا يعيننا ويقوينا على اولادنا. وجيت اوريكم بقى اللبس. سلمى هلوس. بنتي هلوس اهي، سلمى هلوس بتاعتي. تقول لي لا ما حدش يشوف الهدوم بتاعتي يا ماما. يا بنتي يرضيكي يرضيكي، طب نوريهم الهدوم اللي احنا دافعين فيها حبات وشويات دافعين كتير. مش عارفة يعني، مش حاسة قوي يعني. الصراحة كتير. اه اهي كتير، ما رضيتش. فطبعا هوريها لكم في العيد باذن الله.